السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. ربنا يرحم كابتن إيهاب جلال، مدير فني للنادي الإسماعيلي ومدير فني منتخب مصر سابقا، مدير فني مصر مقصة وأندية كتير. إيهاب جلال توفى أول امبارح، عنده 57 سنة. ربنا يرحمه ويصبر أهله ويصبر حبايبه ويسكنه الجنة إن شاء الله، ويتجاوز عن سيئاته ويغفر له يا رب يا رب يا رب. وربنا يبعد الضغوط النفسية الكبيرة عن كل الناس، الضغوط النفسية اللي تعرض لها إيهاب جلال. ربنا يبعدها عن كل الناس، وربنا يحفظ الناس ويكفي الناس الشر. ومرة تانية ربنا يرحم إيهاب جلال في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب يا رب يا رب. النجاح والوصول للنجاح حاجة حلوة وحاجة جميلة قوي، لكن انك تستمر وتكمل وتفضل في الحتة اللي انت وصلت لها دي حاجة عايزة شغل بجد، عايزة مجهود بجد. حلو انك توصل، لكن الاحلى انك تستمر، تفضل في القمة. عشان كده تملي اما تنجح لازم تقف وتذاكر وتفهم علشان تعرف تحافظ على النقطة المضيئة اللي انت وصلت لها، وتفضل مخلي النور منور. يمكن السكواش المصري هو اعظم واجمل مثال لده، لان انا لما اشوف ان احنا ابطال عالم في السكواش على مستوى البنات وعلى مستوى الولاد. على مستوى البنات بقالنا اكتر من 10 سنين مصر متسيدة ومسيطرة على السكواش في العالم. على مستوى الولاد اكتر من 15 سنة مسيطرين وابطال عالم، ومستمر ومكمل. هنا فكرة ان انت تحافظ على ده وتكمل في ده محتاج ان انت تعمل ادارة سليمة، تكون صنايعي في الادارة كويس. محتاج محاور مهمة جدا: التركيز، التجدد، التعلم المستمر، حاجة مهمة جدا الشغف والقيمة. لازم طول الوقت تكون عندك رغبة وعندك شغف بالنجاح، شغف انك عايز تكمل طول الوقت كويس. فدي الحالة اللي بتكون موجودة، هي حالة الشغف. انا لو بصيت على بطولة مصر المفتوحة اللي خلصت الاسبوع اللي فات في مصر طبعا، هلاقي هاخد 4 نماذج، يعني 4 لعيبة. انا مش هتكلم على الكل، هتكلم على 4 لعيبة نفهم منهم ازاي ده بيحصل في السكواش المصري. مصطفى عسل ونور الشربيني. طبعا مصطفى خد البطولة للولاد، ونور خدت بطولة البنات. وهانيا وعلي فرج، هانيا الحمامي وعلي فرج. طبعا علي فرج نمرة 1 على العالم، وما شاء الله ارقام قياسية كتيرة وارقام عظيمة جدا. وهانيا جاية بقوة، وان شاء الله اللي جاي لهانيا يعني يكون. لكن انا هنا عايز اشوف الاستمرارية جت ازاي. لما اشوف امثلة مهمة زي دي، ابص على واحد زي مصطفى عسل، كل اللي حصل معاه وتوقف اول مرة 9 شهور، وتاني مرة توقف 2 سنين. في حاجة مهمة جدا لما بتيجي تقول لي التركيز والتجدد، لازم يكون عندك مرونة نفسية. يعني ايه مرونة نفسية؟ يعني اتوقفت، المرونة النفسية دي بتخليك تعرف تستوعب القرار ده، حتى لو القرار ده ضدك ان انت توقف 2 سنين، تستوعب القرار ده وازاي تتعامل مع القرار ده خلال فترة الايقاف. علشان كده احنا شايفين مصطفى عسل رجع من الايقاف كسبان 3 بطولات بعد ما رجع. ليه؟ لانه مصطفى وقت ما توقف المرونة النفسية دي خلته يتمرن عادي جدا مع برايفت كوتش،
ومع الكوتشنج تيم بتاعه كله، الجهاز الفني بتاعه، بالمعدين الذهنيين، بالمعدين البدنيين، ابتدى يشتغل وكان بيتمرن. فلما رجع عادي، لما خلاص خلصت فترة الإيقاف بتاعته رجع عادي وبيلعب بطولات وبيكسب، وأقل حاجة حتى ما بيكسبش بيوصل سيمي فاينل أو فاينل. فهي دي المرونة النفسية اللي أنا بتكلم عليها. هي نفس القصة شوفها عند نور الشربيني، لأنه نور برضو آخر الموسم اللي فات ما كانتش أحسن حاجة، لكن كان عندها مرونة نفسية انها تتقبل انها بتمر بفترة فراغ وفترة دروب شوية في مستواها الفني. المرونة النفسية دي خلتها تعرف تستعيد قيمتها. ليه؟ لانها الاتحاد سكواش بيعمل الثلاث محاور او الاربع محاور: التركيز، التجدد، التعلم المستمر، الالهام والشغف. الاتحاد عنده الحالة دي، عامل الحالة دي في ادارته للعبة كويس، لكن هي على مستواها برضو ده بيتنقل لها. فده بيخلي نور الشربيني ان حتى لما عدت بمستوى اقل شوية وخسرت بطولة او اتنين، لكن عرفت تستعيد قيمتها تاني، عرفت تستعيد نفسها تاني. ده ليه؟ ارجع واقول لك لان في مرونة نفسية عند نور. فنور الشربيني بتعرف تساعد نفسها وبتعرف تستعيد مستواها تاني. ونور الشربيني خدت زي ما قلت بطولة مصر مفتوحة للسكواش على مستوى البنات. انا اسف. لما اجي بشوف مثلا زي علي فرج، هاخد اول محور عند علي حتة التركيز. طيب انت مركز على ايه؟ علي طبعا بقى بيحسبها اخيرا حسبة مختلفة. التركيز ان انا اكون نمرة واحد على العالم. فانا كل بطولة، ويمكن انا قلت الكلام ده قبل كده على علي فرج، كل بطولة انا بلعبها عايز اوصل للحتة اللي تجيب لي نقط تحافظ على صدارة التصنيف. طبعا علي بصفة خاصة باعتباره انه بقاله تقريبا دلوقتي داخل في سنتين مصنف اول على العالم، فده فعلا كان يعني الكوتشنج تيم بتاعه والناس اللي بتدير علي رياضيا دول صناعية فعلا. لانه التركيز، التجدد، علي بيغير المعد الذهني والبدني كل 6 شهور، بيشتغل مع حد جديد بافكار جديدة بتكنيكس جديدة. عشان كده علي دايما موجود. الناس اللي بتخطط له الموسم بتاعه بتشتغل صح جدا، صناعية ادارة بجد. ليه؟ لانه انت مش لازم تجهد نفسك وبدنيا وكده عشان تكسب كل البطولات، لكن انت كل بطولة هتوصل فيها للمرحلة اللي تجيب لك نقط تحافظ لك على صدارة التصنيف العالمي. فهنا انا ببص على نموذج عظيم جدا علي فرج، رغم انه ما كسبش البطولة، بس متوفرة طبعا بدليل استمراريته في صدارة التصنيف العالمي. نيجي لاخر نموذج عايز اتكلم عليه، هانيا الحمامي. برضو هانيا دلالة بقى على الفن الاداره بتاع الاتحاد المصري للسكواش، ان احنا مش هنيجي عند نور الشربيني ونوران جوهر ونقول قفلنا على كده، لا، لان احنا عندنا لوس انجلوس اولمبياد في 28 ان شاء الله، يعني ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر يعني. فهانيا جايه وبتقدم مستويات عاليه ومستمره. يعني هانيا اقل حاجه بتوصل لها هي دور 4، ما بتخرجش بدري. هانيا مفيش بطوله تلاقي هانيا خرجت في الدور الاول، لا، هي مكمله على شغلها. فانا عندي نموذج السكواش عامه مش افراد، والله يعني السكواش ده محتاج فعلا واحد يتكلم، يعني محتاجين وقت كتير. انت عشان تيجي تتكلم في السكواش، لا انت محتاج يعني صعب تديهم حقهم في وقت قليل. الواحد بيحاول بس يوضح شوية حاجات ويتكلم على نموذج عربي مصري في الإدارة الرياضية ناجح جدا. مطلوب الكل يتعلم من السكواش، كل الناس تتعلم من قصة النجاح الجميلة جدا بتاعت السكواش المصري بشكل عام، كاتحاد، كأفراد، كأجهزة فنية. لازم تتعلم من ده. النجاح بيجي لما، او الاستمرارية في النجاح بتيجي لما يكون في
إدارة من نوع خاص، لما القصة تدار بفن، ما تعملهاش إدارة كده أداء واجب. مليون مبروك طبعا لمصر، ومليون مبروك لكل العرب، ومليون مبروك لنور ومصطفى عسل، مفيش كلام. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان، ربنا يحفظ أمهاتنا وأبائنا، بناتنا وأخواتنا، بناتنا وولادنا، أخواتنا وأخواتنا. ربنا ينصر المقاومة الفلسطينية ويسدد رميها على كيان المرتزقة المجرم القاتل الغاصب للأرض من 76 سنة. فلسطين وأهلنا في فلسطين هم أطهر شرف الأمة العربية. كده أكون وصلت معاكم لآخر حلقة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى يكون الموضوع نال إعجابكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه وسلامته. على نلقاكم في حلقة جديدة من ميدو والملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حرة عربية أبية، بكل العرب ولكل العرب.